أهلا بيكم. أكيد كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده: ليه في قنوات بتطلع فجأة وتكبر بسرعة الصاروخ، وقنوات تانية ممكن تكون بتقدم محتوى ممتاز بس بتفضل واقفة مكانها سنين؟ يا ترى إيه السر؟ لو السؤال ده محيركم يبقى أنتم في المكان الصح، لأن النهاردة هنفك الشفرة دي سوا. الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. على الشمال في القناة اللي صاحبها بيشتغل ليل نهار، مجهود جبار، بس النتيجة بطيئة جدا، عاملة زي السلحفاة. وعلى اليمين القناة اللي كأنها بتكبر لوحدها، أقل مجهود فيها بيحولها لصاروخ. صدقوني الفرق الحقيقي مش في كمية الشغل، لكن في قرار استراتيجي واحد بس بيغير المعادلة كلها. وهنا بقى يجي السؤال المهم: إيه هو السر؟ وخلونا نتفق على حاجة من الأول: الموضوع ملوش أي علاقة بالحظ. النجاح على أي منصة مش صدفة أبداً، ده ناتج عن قرارات ذكية وواعية. والقرار الأخطر والأهم في رحلة أي صانع محتوى هو اللي هنتكلم عنه النهاردة. السر كله في اختيارك لنوع المحتوى. الموضوع عامل بالظبط زي ما تكون بتبني بيت، لو الأساسات غلط كل اللي هتبنيه فوق هيقع. اختيار نوع المحتوى هو الأساس اللي هتقوم عليه القناة كلها. فيلا بينا نتعرف على الأنواع الأربعة الرئيسية عشان تبني قناتك على أساس صح وقوي. نبدأ بالنوع الأول: المحتوى التعليمي. هنا بقى دورك هو دور الخبير أو المعلم اللي بيقدم معلومة واضحة ومباشرة، سواء بتشرح مهارة جديدة أو بتبسط فكرة معقدة أو بتحل مشكلة معينة. الجمهور بيجيلك وهو عنده هدف واحد: أنا هنا عشان أتعلم حاجة. والأمثلة دي بنشوفها كل يوم: فيديوهات إزاي تعمل كذا، شروحات برامج، كورسات مصغرة في مجالات زي التصميم أو المونتاج، أو حتى قنوات تعليم اللغات. قوة النوع ده إنه بيبني لك سمعة كخبير موثوق فيه بسرعة جدا، وبيخلي قناتك هي المرجع الأول لأي حد بيدور على إجابات في مجالك. النوع التاني هو المحتوى التجريبي. هنا انت بتتحول للمستكشف المغامر اللي بيخوض التجربة نيابة عن الجمهور. يعني انت اللي بتدخل تجرب حاجة جديدة، سواء كانت منتج او تطبيق او حتى طريقة شغل، وبترجع لهم بالخلاصة: ايه اللي نفع وايه اللي منفعش. فكروا فيها كده: مراجعات الموبايلات الجديدة، تجربة تطبيقات لسه نازلة، أو واحد بيجرب طريقة للربح من الإنترنت وبيشارك النتائج بكل شفافية. كل دي أمثلة. سر نجاح النوع ده هو كلمة واحدة بس: الثقة. لما تكون صريح وشفاف، الجمهور هيثق فيك ثقة عمياء، لأنك بتوفر عليهم وقت وفلوس ومجهود. ونوصل للنوع الثالث: المحتوى القصصي. من أول ما الإنسان بدأ يتكلم وهو بيحب يسمع ويحكي الحكايات. هنا أنت مش بتقدم معلومة ناشفة، أنت بتغلفها في قصة بتعمل رابط عاطفي قوي جدا مع اللي بيتفرج. أنت هنا مش مجرد صانع محتوى، أنت حكاء. ممكن تحكي قصة نجاح ملهمة، أو تشارك تجربة صعبة اتعلمت منها درس مهم، أو حتى تحلل قصة نجاح شركة كبيرة ونطلع منها بعبرة. الناس ممكن تنسى المعلومة، لكن مستحيل ينسوا قصة لمستهم وحركت مشاعرهم. رابع وآخر نوع معانا هو المحتوى الترفيهي. الهدف هنا بسيط وواضح ومباشر: المتعة والتسلية. المحتوى ده بيخاطب المشاعر بشكل فوري، سواء الهدف هو الضحك أو الإثارة أو مجرد إن المشاهد يقضي وقت خفيف وممتع. والأمثلة هنا أكتر من إننا نحصرها: السكتشات الكوميدية، التحديات اللي بتنتشر فجأة، فيديوهات الرياكشن أو ردود الفعل. النوع ده هو الأسرع في الانتشار، بس هو كمان رهان كبير على حاجة واحدة أساسية: الكاريزما والشخصية بتاعت صانع المحتوى. لو الحضور ده عندك يبقى ده ملعبك. تمام. دلوقتي بعد ما شفنا الأنواع الأربعة، أكيد السؤال اللي في بال الكل: طيب أنا أختار إيه؟ قبل ما نفكر في الترند والمشاهدات، لازم نعرف إن الإجابة الصح بتبدأ من جوانا إحنا، مش من أي حاجة تانية بره. وعلشان نختار صح، في 3 فلتر لازم نعدي عليهم. أول فلتر: الشخصية. هل النوع ده شبهك؟ يعني لو حد دمه مش خفيف بلاش يجبر نفسه على الكوميديا. تاني فلتر: الاستمرارية. هل تقدر تنتج النوع ده بشكل دائم؟ يعني لو هتعمل مراجعات، هل عندك الميزانية اللي تسمح بكده؟ تالت فلتر، وده الفلتر الذهبي: المتعة. هل هتصحى الصبح متحمس ومستني اللحظة اللي تبدأ فيها تصوير الفيديو ده؟ النقطة دي يمكن تكون أهم حاجة في الشرح كله. الجري ورا المشاهدات من غير شغف عامل بالظبط زي اللي بيجري ماراثون وهو بيشرب بنزين بدل المية. ممكن يمشي شوية، لكن أكيد هيوصل لمرحلة الاحتراق بسرعة جدا وهيضطر يقف. الشغف هو الوقود الحقيقي اللي هيكمل معاك لآخر الطريق. طيب ليه كل ده مهم؟ ليه الإطار ده هو مفتاح النمو الحقيقي؟ ببساطة لأنك لما تختار صح، أنت مش بس بتختار أفكار لفيديوهاتك، لأ، أنت بتختار نظام حياة كامل كصانع محتوى، نظام مريح ليك بيطلع أحسن ما فيك بشكل طبيعي وتلقائي. وبالتالي الخلاصة هي إن اختيار نوع المحتوى الصح بيخلي عملية صناعة الفيديوهات نفسها أسهل بكتير. الأفكار بتجيلك أسهل، التصوير بيبقى وقت ممتع مش واجب، والنتيجة النهائية بتكون طالعة من القلب.
وده بالظبط اللي الجمهور بيحسه وبيتفاعل معاه وبيخليه يرجع لك تاني وتالت. وفي الشرح اللي جاي هنتكلم عن الخطوة اللي بعد ما نختار النوع، وهي إزاي نكتب سكريبت أو سيناريو يشد المشاهد من أول ثانية وما يخليهوش يمشي غير لما الفيديو يخلص. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية، ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.